السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. انك تكون متميز جدا في تخصصك فتوصل ان الناس تشيلك على كتافها وتكون شخصية مهمة جدا، ده ممكن يحصل عادي. وان مهاراتك تمكنك من الوصول لقلوب الناس، مساهمتك في نجاحات توصلك ان الناس ترتبط بيك، برضو ده ممكن يحصل. لكن اللي مش عادي انه النجومية والاهتمام يتنقل معاك فين ما كنت، في اي حتة تروحها انت نجم، في اي حتة تروحها انت محبوب. حتى لو غيرت المكان، غيرت الناس، برضو الناس بتحبك، برضو الناس بتهتم بيك وبتشوفك حاجة كبيرة وبتشوفك قيمة. انا لو لخصت الكلام اللي انا بدأت بيه وقفلة اللي انا بدأت بيه، هلخصه في اسم واحد: علي معلول، نجم كرة القدم التونسية والعربية والإفريقية، ونجم النادي الأهلي طبعا. لأن علي معلول لما بدأ في النادي الرياضي الصفاقسي في تونس كان نجم وستار، وجمهور صفاقسي بيحبوه، اللي هما الكحلة والبيضة. انه في تونس بيسموا جمهور النادي الصفاقسي الكحلة والبيضة، اللي هو الأبيض والأسود يعني. كويس. لكن هنا في اسباب فنيه، في اسباب تتعلق بارقام علي معلول مع النادي ده. السبب اول انه علي معلول قادهم لبطوله الدوري التونسي بعد سنين الصفاقسي ما بيكسبش الدوري التونسي. خد هداف الدوري، كان احسن صانع العاب في الدوري، ارقامه كانت عظيمه جدا، فالناس ارتبطت بيه. اللعيب جه كسبنا الدوري بعد سنين ما بنكسبش الدوري. كويس. وهو طبعا من ناشئين النادي، وهو ابن صفاقس يعني ابن المدينه، ابن بلد يعني. كويس. كل دي حاجات تخلي جمهور نادي الصفاقسي يرتبط بعلي معلول طبعا. لكن انا بتكلم على الارقام. لما النجوميه دي تتنقل معاك لبلد تانية، مع نادي تاني، مع ناس تانية، وبرضه تلاقي نفس الاهتمام ونفس الحب ونفس الارتباط، وان انت تكون النجم الاول بالنسبه للناس دي. وانا هنا بتكلم عن جمهور النادي الاهلي، لان علي معلول هو النجم الاول في قلوب الاهلاويه. كويس. طب ده ليه؟ مش كوره يعني، مش موضوع انه علي معلول لعيب ما حصلش. هو علي معلول طبعا لعيب ما حصلش يعني، ما فيش كلام. بس انا مش جاي اتكلم على علي معلول لعيب الكوره، انا جاي اتكلم على انسان دماغه حلوه، دماغه حلوه قوي. اولا لما اجي اتكلم على ذكاء علي معلول، وبص على هو بيفكر ازاي. هو اول ما جه الاهلي، يعني اول ما تعاقد مع الاهلي، كان ليه تصريح حلو قوي. قال انا رايح الاهلي احسن نادي في افريقيا وعارف هدفي ايه. فكان بيتسأل في احد يعني الاذاعات التونسية، قال له انت بتتكلم على هدفك اللي انت عايز تحققه ان انت تكسب بطولات مع الاهلي وكلام من ده. علي قال له لا، قال له لانه ده هدف طبيعي بيحصل في الاهلي، طبيعي الفرقة دي بتكسب بطولات، طبيعي الفرقة دي بتحقق بطولات كبيرة. قال له لكن الهدف ان انا اعرف اوصل للجمهور، للاهلاوية، انه الاهلاوية يخلوني عندهم من اهم واحد من اهم اللعيبة اللي دخلت النادي ده. هو تملي عايز الناس يكون يعني ماسل في اذهان الناس بشكل جميل، بشكل حلو. ده من الاول، ده اول تصريح لعلي بعد ما مضى في الاهلي. كويس. في 2016. حلو. التصريح ده لما يجي اي حد اهلاوي
يقرا الكلام او يتفرج على التصريح، او يعني يتفرج مثلا على اي منصة يعني يوتيوب او غيرها على تصريح علي معلول، او يقرا التصريح ده في موقع من المواقع بتاعه النادي الاهلي. تصريح زي ده يعمل في الناس ايه؟ ده يخلي الاهلاويه متشوقين من قبل ما يشوفوا علي معلول، يخلوهم متشوقين ان هم تعالى. التصريح ده انت قطعت نص الطريق للهدف بتاعك، يعني انت بقيت في قلوب الاهلاويه قبل ما تلعب. تيجي بعد كده لذكاء انسان تشوفه في كل تجديد له مع الاهلي. يعني علي معلول في واحده من المرات اللي جدد فيها مع الاهلي وقت كورونا في 2020، علي وافق ان هو يقلل مرتبه وقتها، قال انا مش هاخد فلوس. وكان عنده تصريح قوي جدا، قال لك انا موجود هنا لانه المجد هنا، المجد هنا والقيمة هنا في الاهلي. والقيمة اللي كان يقصدها، يقصد جمهور الاهلي، يقصد الاهلاوية دول. القيمة موجودة في الجزيرة. كويس. الحاجات دي بتخلي الناس تتعامل معاك على ان انت ابن نادي، وده اللي الاهلاويه بيقولوه دلوقتي. الاهلاويه بيتعاملوا مع علي معلول على انه واحد من ولاد النادي، ما بتعاملوش معاه على انه حد جه من تونس، اللعيب جاي يلعب، يعني لعيب تونسي جاي يلعب في الاهلي. لا، بيتعاملوا معاه كانه متربي في النادي الاهلي. طيب، تشوف في تجديد اخر علي معلول كان متقدم له من سنتين، برضو كان متقدم له عرض، او كان جاي له عرض من نادي في الخليج او اكتر من نادي في الخليج، وبرقم اعلى من اللي بياخده في الاهلي. وعلي وقتها قال ايه؟ قال انا قاعد هنا علشان لا هلاقي جمهور زي ده، ولا هلاقي ناس زي دول. كل الحاجات دي بتقولك ان الراجل ده ذكي جدا، وادار علاقته مع النادي الاهلي والاهلاويه بالحب، عمل اداره بالحب، ما حسبهاش حسبة ان انا جاي من تونس علشان العب في مصر علشان اعمل فلوس وارجع وكلام من ده. لا، هو جاي عايز يحب الناس دي والناس دي تحبه، عايز يعيش في وجدان الناس. يبقى هو من الاول عمل ايه علي معلول؟ هو من الاول استهدف القيمة، ومهم جدا في حياة الكل، في حياة حضرتك وحياة حضرتك وحياتي وحياتنا كلنا. مهم ان احنا نستهدف القيمة، ما نستهدفش حاجات ليس لها قيمة. ده اللي عمله علي معلول. يمكن انا اتكلمت على علي معلول النهاردة، يعني فعلا انا الانسان ده بحبه جدا. وديكوا خدتوا بالكم انا ما اتكلمتش على ارقام علي معلول خالص. انا لو عايز اتكلم على ارقام علي معلول انا محتاج 5-6 حلقات. انا بس بتكلم على واحد من اهم اساطير الكرة التونسية والعربية والافريقية، ومن اهم الاساطير اللي دخلت ولعبت في النادي الاهلي. فربنا يديك الصحة يا علي، وان شاء الله تفضل كده منور النادي الاهلي ومنور الجزيرة يا رب يا رب يا رب يا رب. وفلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين، ربنا ينصر فلسطين، يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسدد رميها على كيان المرتزقه المجرم القاتل الغاصب للارض من 75 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم شرف الامه العربيه الحقيقي، هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. انا القاكم في حلقه جديده من ميدو والملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حرة عربية أبية بكل العرب ولكل العرب.